في بيان عاجل، الكاف أخيراً خرج عن صمته وكشف موقفه من الأحداث المؤسفة اللي حصلت في مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي، وكمان مواجهة شبيبة القبائل ويانغ أفريكانز، أحداث وصفت بالأعنف في بطولات أفريقيا يوم 28 نوفمبر 2025. الكاف قالها بشكل واضح وصريح: اللي حصل مش حيعدي، وكل الوقائع تم تحويلها للجنة الانضباط للتحقيق الكامل واتخاذ أشد العقوبات، لأن على حد وصفه سلامة اللاعبين والجماهير خط أحمر. البيان أكد أن مباراة الأهلي والجيش الملكي شهدت شغب كبير من جماهير الفريق المغربي، رشق زجاجات مياه وأجسام حادة على لاعبي الأهلي، والمشهد توثق بالكامل في تقرير حكم المباراة. الكاف شدد أنه مش حيسيب أي تجاوز يهدد أمن المباريات أو يسيء لروح المنافسة، والرسالة كانت واضحة: أي خروج عن النص الرد حيكون قوي. ومن الناحية الثانية، نافع الرفاعي المتحدث باسم الجيش الملكي خرج يعلق على اللي حصل، وقال إنه إدارة النادي قررت معاقبة الجماهير اللي عملت الشغب، وإنه النادي نفسه بيعاني هذا الموسم من أخطاء تحكيمية، خصوصاً في مباراتهم قدام يانغ أفريكانز.